عيش، حرية، عدالة اجتماعية. العقارات في مصر سنة 2011. سنة 2011 النظام وقع وكمان الاقتصاد وقع، بس في قطاع واحد بيحاول يقف على رجله وهو العقارات. الثورة قامت من هنا والأسواق كلها اتلخبطت والسياحة وقعت والاستثمارات هربت. السياحة نزلت لأكثر من 55%. الاحتياطي النقدي نزل من 36 مليار دولار لأقل من 15 مليار دولار. البطالة وصلت ل 13%. وفي وسط ده كله كان في ناس بتدور على الأمان لفلوسها، لا بنك مضمون ولا بورصة ثابتة. ومن هنا العقارات بدأت تتحول من مجرد بيوت لحصالة فلوس، والطلب فضل ثابت رغم الأزمات. أسعار الشقق في القاهرة الجديدة والشيخ زايد زادت بنسبة 40%. الكلام ده ما بين 2011 و2015. حتى وقت التعويم في نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي عن تعويم الجنيه وسعر الدولار وصل ل 18 جنيه. كل حاجة وكل الأسعار اتشقلب حالها، والعقارات فجأة بقت الملاذ الآمن، والناس جريت واشترت أراضي وشقق قبل ما الأسعار تزيد أكتر. وسعر المتر اللي كان ب 5000 جنيه في القاهرة الجديدة وصل سعره لأكتر من 10000 جنيه، وبعض المشاريع السكنية زادت سعرها لأكتر من 70%. كل ده في خلال سنة واحدة بس. وبدأت المشروعات الضخمة تتولد: العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، توسعات الشيخ زايد والقاهرة الجديدة. العقار بعد الثورة والأزمات الاقتصادية اللي حصلت أثبت إن هو مش مجرد طوب ومباني وأسمنت، أصبح مخزن للقيمة. لكن الدنيا اتشقلبت أكتر لما 2020 دخلت علينا ومعها كورونا. مستنيك الفيديو اللي جاي عشان نحكي عن الزلزال الحقيقي اللي ضرب كل حاجة كنا فاكرينها إنها سهلة.